لو محتار تجيب سيراميك او بورسلين ارجع شوف الفيديو اللي فات عشان تفهم الفرق بينهم من حيث التركيب وكمان التصنيع. وتعالى النهارده اقول لك على مميزات البورسلين. مميزاته كتيره جدا، مقاوم للبري والخدش وكمان التآكل والاحتكاك. نفاذيته قليله جدا بالنسبه للسيراميك، فصعب انه يعدي منه ميه او تسريب. مقاساته كبيره جدا بتوصل ل 42 في متر 20 واكتر من كده كمان، بسبب قوه تحمله وصلابه عجينته. بقدر اكبر المقاسات بتاعته حسب ما انا عايز، وتقدر تحقق شكل الاوبن بوك اللي بنشوفه ونعمله في الرخام. ضيف على كده انه ما فيهوش عراميس، ليزر كات، تحط البلاطه جنب اختها تحس ان هي ميه واحده، وتديك اتصال بصري رهيب بكامل المسطح اللي انت فرشه من البورسلين. بيحاكي جدا الرخام بسبب تصاميمه المختلف، عكس السيراميك اللي مقاساته صغيره جدا واللي حوافه كلها عباره عن تجاويف بتكبر معاك شكل العرموس اثناء التركيب. والعرموس هو المسافه الفاصله ما بين البلاطه والتانيه، بتضايق عينك جدا بعد التركيب. وعشان كده عملوا سيراميك برضو قطع ليزر بمقاسات اكبر شويه قريبه من البورسلين، بس ما فيهوش نفس التنوع اللي موجود في البورسلين بالنسبه للتصاميم بتاعته. وابدا ابدا ما تقدرش توصل للمقاسات الضخمه اللي بيحققها البورسلين. عيبه الوحيد فرق معامل التمدد الحراري بتاعه بيكون كبير بسبب المركبات الكيميائيه الكتيره اللي موجوده في تصنيعه، وبيتاثر جدا بعوامل ودرجات الحراره المختلفه. بتلاقيه بينكمش في الشتاء وكمان بيتمدد في الصيف، بس طبعا بنسبه بسيطه جدا. ولو ما راعتش ده اثناء التركيب بالطريقه المظبوطه هتلاقيه بيفرقع ويطقطق منك بعد فتره. في منه مصري ومستورد زيه زي السيراميك بالظبط، وهنتكلم عن ده بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.